مين فينا ما بيحبش الأكلة دي؟ كلنا بنحبها وبنعشقها، وبنحب ناكلها جدا بره في المحلات، لأن طعمها بيبقى مختلف ومميز عن اللي احنا بنعمله في البيت. النهاردة هنعمله في البيت بكل سهولة من غير ما تستعملي ولا حلة. تعمليه النهاردة بطريقة مختلفة وبنفس طعم المحلات بالظبط. هنعمل النهاردة الكشري المصري في قلب الكيس الحراري في قلب الفرن، ومش هنستخدم ولا حلة، وهنشوف هنعمله مع بعض ازاي بمنتهى السهولة. وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتقولي رأيكم في الكومنتات. بس يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ ونشوف انا عملت الكشري ازاي. الاول انا هنا معايا بصل، طبعا على حسب الكمية بتاعتك. قطعتها شرايح بالشكل ده، ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من النشا وكمون وفلفل اسمر. دعكت البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام، علشان انا حابه البصل يتبهر، عشان هو ينزل في الزيت هيديني اولا طعم مختلف للبصل، وهيديني طعم مختلف في الزيت اللي احنا هنكمل بيه الوصفه كلها للاخر. طبعا عشان تاخدي بصل مقرمش لازم الزيت يكون سخن جدا، وايدك فيه بتقلب على طول بالشكل ده كده باستمرار، وما تحطيش كمية كبيرة في قلب الزيت علشان تدي براح للبصلة ان هي تاخد حقها كويس في قلب التحمير. ابتدى ياخد معانا اللون الذهبي ده، بنقلبه ما بياخدش ثواني معانا، وبنطلعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحاولي دايما تطلعيه باللون اللي انت شايفاه ده، اللون الذهبي الفاتح. لو استنيتي وغمق منك اللون بيبقى البصل طعمها ممرر، بتديكي مرارة في الاكل. تمام. هنزل بالباقي الكمية اللي كانت معايا. شايفين الزيت عشان سخن في ساعتها البصل ما بتغيبش معايا، ما بتاخدش اصلا 5 6 دقايق على النار. بس اهم شيء ايدك تقلب على طول، وما تسيبيهاش على جهة واحدة. بدأت تاخد لون بسيط. هنا ما خدتش والله دقيقة بعد اللون ده. على فكرة انا ما جدتش حاجة، انا سايبها لكم عشان تشوفوا هي خدت معايا وقت قد ايه. ثواني وبدأت تاخد اللون الذهبي ده، وهطلعها على طول. طبعا انا بطلع البصل، حطاه على ورق الزبدة. شايفين شكله ولونه عامل ازاي. هنا بقى خلاص انا كنت خلصت البصل زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى هبتدي استعمل الزيت اللي انا كنت بقلي فيه، هو البطل بتاعنا طول الفيديو ده. صفيت حبة من الزيت عشان ما يبقاش فيه اي رواسب من البصل الموجودة فيه. حبة زيت حطيتهم في قلب الحلة كده، وهنزل بقلب بصلاية مفرومة فيه. هنعمل ايه بالبصلاية دي؟ احنا هنعمل هنا الصلصة بتاعة الكشري. هتعملي بصلة في الصلصة؟ ايوه، هي اساس الصلصة بتاعة بره البصلة. المحلات كلها بره بتعمل الصلصة بتاعة الطماطم بالبصلة والثوم. بعد ما اتحمرت وخدت اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، هنزل عليها بمعلقة ثوم. تمام، يا دوبك تاخد لون ذهبي. وبعد كده نزلت عليها بربع كوباية خل. وبعد كده هنزل بالطماطم. طبعا الطماطم دي على حسب كمية الأفراد اللي موجودين عندك. تمام. أنا نزلت بحوالي نص كيلو طماطم، وهبتدي بقى أبهر الصلصة دي. حطيت ملح، حطيت فلفل أسمر، حطيت كمون. تمام، وقلبتها وسبتها تغلي لغاية ما تسبكت معايا ووصلت بالشكل ده. طبعا هي اما تسبكت كانت تقلت قوي. ابتديت اضيف عليها كوباية مية، وكوباية المية دي بصراحة كانت مخلية قوام الصلصة عندي قوام ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام. هنا هسيبها لغاية ما تغلي خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هرفعها خلاص من على النار. هبتدي اعمل بقى الدقة. تمام. برضو نزلت بحبة زيت مصفيان برضو في المصفى. وبعد كده معايا شتيطة او قرن فلفل يكون حار.
وعلى حسب انت حباه حار او مش حار براحتك، بس هو طبعا بيبقى بره في المحلات حار. تمام، خدته تشويحة كده، وبعد كده نزلت عليه بمعلقة توم كبيرة مفرومة، وهقلبها تقليبتين. وبعد كده نزلت برضو بربع كوباية خل، وبعد كده نزلت عليهم بكوباية مية. هنبتدي بقى نبهره: ملح، فلفل، كمون، وكزبرة ناشفة، هتديكي نفس طعم الدقة بتاعت بره بالظبط. وهنا انا كنت ضفت كمان بعدها عصير ليمونتين كبار، بس للأسف الكاميرا ما صورتهمش. يبقى الدقة هنا بضيف عليها البهار: ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وليمونتين. هنبتدي بقى هنا نسيبها براحتها تاخد غلوة، ونبتدي نشوف هنعمل ازاي الكشري في الكيس الحراري. معايا هنا العدس بجبة. العدس بجبة ده انا كنت غسلاه ونقعاه في مية سخنة لمدة نص ساعة. والرز نفس الحكاية، غسلته ونقعته لمدة نص ساعة. حطيت الرز والعدس بجبة ونزلت عليهم بالمكرونة. تمام، لغاية ما الكيس اتملى عندي الكمية اللي كانت موجودة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى معايا من 4 ل5 كوبايات مية سخنة. المية دي كانت مغلية. ابتديت ابهرها: ملح، فلفل، كمون، ونزلت عليهم كمان بحبة زيت. طبعا لو موجود لسه عندك الزيت اللي هو بقية قلية البصل، طبعا بيدي طعم احلى بكتير كمان للكشري. قلبت بقى المية كويس عشان ادوب الملح والمكونات اللي انا حطيتها، وهنزل عليه على الكيس بالمية اللي انا دوبت فيها البهارات دي. تمام، الكمية اللي كانت قدامكم دي حطيت عليها 5 كوبايات كبار مية. وطبعا مش هياخدوا معانا وقت في الفرن، عشان انا نقع الرز ونقع العدس بجبة. هنا هحطهم في قلب الحوض، وهفتح فتحة بسيطة خالص في قلب الكيس، فتحة صغيرة، وهحطهم في قلب الفرن على اول رف على درجة حرارة 180. خدت معايا نص ساعة، بس كل ربع ساعة كنت بقلب الكيس، ما بسيبهاش على اتجاه واحد. يلا بينا بقى نفتح ونشوف الرز استوى ولا ما استواش، وهنشوف شكله عامل ازاي. ولازم تقلبيه على الاتجاهين عشان تتأكدي ان الحاجة استوت من جوه. هنا فتحت الكيس زي ما انتوا شايفين الدخان، لانه كان لسه طالع من الفرن. هنا طبعا بفرده على صينية كبيرة واسعة علشان ما يعجنش مننا، لان هما بره في المحلات بيعملوا كميات كبيرة وبيفردوها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. في اللحظة دي بقى لو انت بقى عندك حبة زيت من بتاع البصل، طبعا لو رشتيهم على الكشري وهو لسه طالع كده بيدوها طعم تحفة. شايفين الكشري مفرفر ازاي ومش معجن ولا اي حاجة. طبعا انا كنت سلقة بليلة لوحدها، نزلت بالبليلة وبرشة البصل بالشكل ده كده. طبعا معانا الدقة بتاعت الطماطم، ومعانا الدقة بتاعت الفلفل الحارة. بجد طعمه كان حكاية، والله العظيم طعمه كان نفس طعم المحلات بالظبط، ويمكن أحلى وأجمل كمان. يا رب تجربوا الوصفة بتاعتي إن شاء الله وتعجبكم، وتعرفوني رأيكم إيه في الكومنتات، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. شايفين شكلها كان عامل إزاي؟ تحفة.